أول طريقة هابدأ بيها هي اللي هاستخدم فيها الحليب السايل، هاحتاج لتر من الحليب والأفضل يكون كامل الدسم علشان يديني طعم أفضل، وكوباية وربع من السكر. هاحط السكر والحليب في حلة وأخلطهم مع بعض شوية لغاية أما أحس إن السكر ابتدى يدوب شوية. هاحطه على النار وأسيبه على حرارة عالية لغاية أما يبتدي يغلي. أول ما يبتدي يغلي باهدي عليه النار على أقل درجة حرارة، وهاسيبه تقريبا من 20 ل30 دقيقة أنا أقلب فيه باستمرار يعني. وبعدين هفضيه في طبق وهسيبه لغاية أما يبرد خالص، لكن بعد ما بيبرد قوامه بيختلف وبيتقل شوية. اجي بقى هنا للطريقة التانية وهستخدم فيها الحليب البودرة. هحتاج كوبايتين من الحليب البودرة وكوبايتين من السكر وكوباية حطيت هنا السكر والمية في حلة، ومجرد ما يبدأ كده في الغليان بشيله من على النار وأحطه في الخلاط، وهضيف عليه الحليب البودرة واخلطهم مع بعض كويس لغاية اما يبقى عندي خليط ناعم مفيهوش اي تكتلات خالص. بعدين بفضيه في طبق واسيبه لغاية اما يبرد. وبرضه يكون عجبكم واستفدتم منه، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي.